الو، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. خلاص ايام بسيطه ويدخل علينا الشهر الكريم، ربنا يعود علينا بكل الخير والبركه لينا ولكل المسلمين والناس اجمعين يا رب. يلا بينا نعمل شويه معجنات كده تنفع للسحور، او حتى للولاد الصغيرين اللي لسه مش بيصوموا ياخدوهم معاهم المدرسه، يحسوا كده باجواء لطيفه وبشكل مختلف عن العادي. كمان هنعملها مع بعض هيلتي، وهنشوف ازاي نعملها بدقيق اسمر حبه كامله، وازاي في نفس الوقت بصوا طريه وهشه ازاي. شايفين المسام بتاعتها؟ حتى تغيير للاطفال الصغيرين اللي بادئين يصوموا وتشجيع كده، ونعمل لهم حاجات حلوه صحيه تكون بشكل مختلف تساعدهم على الشبع وتغيير، ونشجعهم على الصيام. يلا بينا بسرعه، بسم الله، لايك وشير وكومنت جميل عشان الفيديو يرفع ويوصل لاكبر عدد ممكن. اول حاجه جبت الدقيق بعد ما نخلته كويس جدا. هنا نوع الخميره ده انا بعتمده يا بنات كويس جدا، شوفوا من شركه انجل، حبيت اوريه لكم. كمان عندهم بيكنج باودر حلو جدا. تمام، انا هكتب لكم كل المقادير في الكابشن، استخدمت دقيق قد ايه، واكتب لكم المقادير مقسمه لكميات صغيره تقدري تضاعفيها حسب ما انت عايزه. تمام، انا هنا الدقيق حطيته معايا على جنب. جبت كل الحكايه ميه دافيه، حاطط فيها معلقتين او ثلاثه من العسل الابيض، تقدري تستبدليه عادي خالص بسكر. تمام، ندوبه مع بعض، وبعد كده ننزل عليهم بثلاث معالق من الخميره الفوريه. تقريبا انا هنا عامله 3 كيلو من الدقيق، فبالتالي حاطه عليهم 3 معلقه كبيره من الخميره الفوريه. تمام، ببدا اسيبهم مع بعض، اغطيهم واسيبهم يتفاعلوا مع بعض. وفي الوقت ده ببدا انزل بالمواد الجافه على الدقيق. نزلت هنا بباكو 16 جرام من من البيكنج باودر. تمام، وبعد كده نزلت عليه بالسمسم، سمسم محمصاه او سمسم ابيض حسب ما انت حابه، لكن السمسم المحمص بصراحة بيديله طعم وريحة حلوة قوي. هنا ده شمر كنت محمصاه وبعد ما برد طحنته، بيدي نكهة مميزة جدا لبعض المعجنات. تمام، مش حابة تستخدميه تقدري تستثنيه خالص من الوصفة وتتعاملي عادي جدا. حابة تحطي ينسون، حابة تخلطي وتمزجي بين الاتنين، عادي جدا. تمام، جبت بعد كده، شوفوا الخميرة هنا ما شاء الله تفاعلت وفارت ازاي. بصوا، ممتازة ممتازة ممتازة. النوع ده بعتمده يا بنات حلو جدا. جبت هنا طاجن صغير كده من اللبن الرايب، كنت انا مرباه في البيت، نزلته برضو معايا على العجين. ده كمان باقي كمية اللبن الرايب. تمام، كمان ننزل بحوالي نص كوباية من زيت الزيتون، معلقة صغيرة كده من الخل. تمام، كده خلاص. الاول قلبت المواد الجافه كلها مع بعض لحد ما امتزجت، نزلت بزيت الزيتون وبالخل وباللبن الرايب زي ما شفتوا مع بعض، وببدا كده ان انا ايه، يعني اديها ان انا ابس العجينه كده، اديها القوام بتاعها. طبعا احنا كده كده محتاجين ميه اكيد، لكن حبيت ان انا امزج كده المواد اللي هي الغنيه دي شويه في الدقيق مع بعض، زي ما انتوا شايفين كده افركهم مع بعض، بتديها بس حلوه كده وبتديها قوام حلو للعجينه. تمام، الدقيق ده انا عاملاه بدقيق اسمر حبه كامله صافي، ما فيهوش ابيض، دقيق ابيض خالص. تمام، بعد ما خلصت المرحله الاولانيه بعد كده بدات انزل بميه فتره كده بسيط، لان الجو ساقع شويه صغيره، فبدات ان انا انزل بميه فتره علشان تقوم العجينه معايا بسرعه. حبه ميه من الحنفيه عادي برضو. تمام، ببدا بقى في الوقت ده انزل بالميه، وما تنزلوش بالميه كلها يا بنات اللي انتوا شايفين ان العجين محتاجها او الدقيق محتاجها. حتى لو نفس نوع الدقيق بتستخدميه كل مره، لازم برضو احط الميه اول باول، لان ممكن تشغيله، رقم التشغيله اللي خارجه من المصنع المره دي تكون مختلفه عن اللي قبلها او اللي بعدها. فلازم اجرب كده واختبر ميه واحده بواحده، ولما محتاجه ازود ميه، ما احتاجناش خلاص الحمد لله. تمام، هنا بقى ما عرفتش اكمل عجن على الرخامه فوق، نزلتها على الارض. وبصوا، يعني لازم العجينه عشان تاخدي قوام كويس لازم تعجني كويس جدا. اه هو بدقيق اسمر، لكن لازم تعجني علشان العجين كله يكون ممتزج ببعضه. خدوا بالكم الدقيق الابيض بيحتاج مده عجن اطول بكتير من الدقيق الاسمر، علشان طبعا بننشط الجلوتين ويظهر، فتبقى العجينه معانا حلوه كده. لكن الدقيق الاسمر يعني ما بيحتاجش العجن زي الدقيق الابيض. تمام، بس بنتاكد ان كل المكونات امتزجت ببعضها وبدات العجينه كده مخدومه معانا وقوامها كويس، خلاص في الوقت ده احنا بنوقف عجن. تمام، وبغطي بقى العجينه واحطها في مكان يكون دافي نوعا ما، لحد ما بصوا مش منها ما شاء الله الحجم بتاعها اللهم بارك تضاعف ازاي، تضاعف تقريبا لثلاث اضعاف. تمام، ببدا بعد كده ابدا فرد العجين. شايفين الخطوه اللي عملتها دي؟ هي دي اهم خطوه لفرد الدقيق معانا على الرخامه.
الفرد ان انا بفرد كده من ايدي يعني على بعد احسن كتير، علشان اوزع الدقيق مره واحده، ما يبقاش متكتل معايا حبيبات في مكان واحد. ببدا بقى بسمي الله وبفرد كده بالمردانه. عملت هنا معاكم ما شاء الله 3 اشكال من او 3 طرق من الفرد بتاع القرصه او الرغيف. شوفوا عملت هنا اللقمه معاكم بشكل الكوبايه ده، حسيته كده لطيف وسريع معانا، ما بياخدش وقت، وبتبقى على طول هوبا يعني بقطع من الكوبايه وفي نفس الوقت بدورها بسرعه بسرعه معايا، بتدي معايا الشكل الدائري اللي شفتوه حالا معايا ده. تمام. بس ولا بقى بحتاج ان انا اعمل تاني ولا اي حاجه، دي بس كده مظبوطه من الجنب. ببدا ان انا اعملها بسرعه كده بايديا وخلاص. اهو دي لقيت شكلها مش احسن حاجه، ظبطتها. بس شوفوا شكلها بقى جميل ازاي ولا في اي حاجه. تمام. طبعا الكوبايه كل شويه بحطها في الدقيق قبل ما اقطع بيها العجين تاني. بصوا يا بنات الطريقه دي ما بتاخدش وقت خالص في التقطيع، ولا تقعدي بقى مثلا تقطعي العجين احجام قد بعضها بايدك وترجعي تبططيها تاني ولا حاجه. انا بفرد العجينه مستطيله بسمك تخين شويه. تمام. وببدا بعد كده اقطعها بالكوبايه دواير دواير كده، بيطلع معانا ميني كده، او ينفع والله نستخدمه زي سواري في حفلات عيد ميلاد، او في لو عاملين مثلا عزومه على سحور، او في الايام العاديه مثلا لو بتفطروا الولاد مع بعض في مدرسه او في حضانه او حاجه، تبقى حاجه بسيطه كده للولاد، يعني ميني برجر بسيط. لو بتشوفونا لحد هنا اتمنى تدعمونا بلايك وشير وكومنت حلو جميل علشان الفيديو يرفع ويوصل لاكبر عدد ممكن. تمام. ولو بتستفيدوا مننا او عجبكم فيديو في الفترة اللي فاتت، اتمنى تقولوا لي ايه اكتر فيديو عجبكم في الفترة اللي فاتت، علشان نشوف النوعية اللي بتعجبكم ايه من الفيديوهات ونكرر شبهها او زيها نوعا ما. تمام. انا كده هنا دلوقتي شوفوا بعملها ازاي. بقطعها بالكوباية معايا دواير دواير، وبعد كده خلاص ببدأ ان انا احركها بسرعة، بتدي معانا شكل دائري على طول، ما بتاخدش معانا وقت خالص، مفيش اي مجهود الحقيقة في القرص دي. تمام. او في العيش ده. ببدا بعد كده بجيب صينيه الخبز اقضيها رشه كده سريعه من الدقيق، واحطهم طبعا على مسافات نوعا ما متباعده عن بعض عشان اديهم لسه فرصه انهم هيخمروا قبل ما يدخلوا الفرن، هيرجع تاني يخمر ويتضاعف وهو في الفرن. تمام. كده معانا الصاج احطه معانا دلوقتي في مكان دافي يرفع ويختمر كده زياده مع نفسه. تمام. هنا بعمل بالطريقه التانية ان انا بجيب كده كور وبقطعها كلها بحجم واحد، وبصوا بكف ايدي كده بالراحه امشي عليها دوائر دوائر. بصوا بيبقى سطحها ازاي املس، ما فيهوش اي تشققات ولا اي حاجه. أهو. ايوه بصوا بعملها هنا ازاي ببطء بسرعه بسرعه كده وتلاقيها اتعملت معانا. تمام. بجنب ايدي كده من جنب بكسيف ايدي كده، وببدأ ان انا احرك عليها بسرعة بسرعة، تلاقيها كورت معانا وما بتاخدش اي وقت خالص. براحتك بقى، عاجبك الطريقة دي او الطريقة دي. تمام. باجي هنا بقى معايا سمسم في طبق، والطبق التاني بحط فيه مية، واللي في ايدي يا عسل اسود، يا اما ما كانش عندي عسل اسود عادي خالص استخدمت دبس بلح. دبس بلح او دبس تمر او العسل الاسود. تمام. وبحط عليه شوية مية وبقلبهم مع بعض بحيث ان هم يدوبوا كده بسرعة. ميه عاديه خالص من الحنفيه. تمام. ومعايا طبق فيه سمسم وميه، وطبق التاني فيه الميه على العسل الاسود او ميه على دبس البلح. تمام. عايزه اقول لكم دبس البلح اداله لون وطعم يعني تحفه، مش هيبقى باين ان هو فيه طعم بلح لكنه مديه طعم كده، تسكيره مميزه كده، لو جربتوه هتفهموا انا اقصد ايه. لكن طعمه تحفه تحفه تحفه. بقوم جايه بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده القرصه، ببدا ان انا احطها من الظهر بالراحه، ابلها في الميه خليط الميه بالعسل الاسود ده، وبعد كده انزل على السمسم. تمام. بالراحه كده بصوا. وبعدين انزل بقى ابططها في قلب السمسم. خلاص انا كده مش هحتاج ان انا اعملها تاني، لكن ممكن عشان خاطر تبقي مطمنه اكتر ان السمسم ثبت على القرصه او على اللقمه، تقدري ان انت تبططيها سيكه كده، تضغطي على السمسم هيثبت، ولو ان انت لو ما ضغطتيش هيكون ثبت، ما تقلقوش خالص. تمام. دايما بقى بتقولوا ازاي السمسم كله بيكون ثابت على اللقمه، ما بيتحركش منها، وبيكون في نفس الوقت ما شاء الله كتير او كميته كتيره. هو بقى بالتركه دي، ده السر، ودي الخطوه دي بتبقى حلوه جدا. ولا تحطوا بقى بيض، ولا عليه مثلا لبن ولا نسكافيه ولا اي حاجه. بصوا دي مفيش اسهل منها بصراحه. اهو بصوا. ببدا ان انا بس بديها على اساس ان هو يعني
اديها مزجه زياده، اللي ما تبقاش بومبيل فوق، تبقى نازله كده لتحت. واخدين بالكم؟ كده خلاص خلصت كل الكميه اللي عملتها لحد دلوقتي، غطيتها بالسمسم واسيبها بقى مع نفسها ترفع كده ويزيد حجمها مع نفسها كده قبل ما تدخل الفرن. تمام. هنا بقى باجي في بقيه العجينه بعمل كده حاجه حلوه قوي للناس اللي خلقها ضيق كده زي حالاتي، او برضو وقتها ضيق برضو زي حالاتي. فردت العجينه كده بالمردانه بسمك تخين شويه يا بنات، وقطعتها مستطيلات. بصوا بقى، قطعوا براحتكم خالص. قطعوها مثلا بقطعه البيتزا بالسكرابر اللي في ايدي بسكينه، زي ما ترتاحوا. هنا كنت بحاول اخليها بقدر الامكان مستطيلات قد بعض، وهوب على فرن ساخن جدا في الاول، وبعد كده ببدا اهدي الحراره لوسط لحد ما تطلع معانا القرصه او اللقمه دي بالشكل الجميل ده. شوفوا بقى معايا، شوفوا هش ازاي، يعني بترد كده معانا وشكلها قمر ازاي. اقنعوني ان دي يا جماعه مش بدقيق اسمر. شوفوا دقيق اسمر وهش ازاي، ولا مكتومه ولا ملكتمه في بعضها ولا اي حاجه. تعالوا بقى نشوف مع بعض هشاشه اللقمه من جوه عامله ازاي. بصوا، اسبونج يا جماعة، اسبونج. السر في التسوية، السر في العجنة الكويسة. خدنا اللقمة كويس تطلع معاكي هشة طعمها تحفة، ولا أروع ولا أحلى من كده. دمتم دايما في رعاية الله. لو عجبكم الفيديو لحد هنا